آره بله. بدون هدف ما چی؟ بفهم خانم دکتر بفهم. خانم دکتر بفهم. بفهم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود پیامبر عظیم الشأن اسلام و امام صادق علیه السلام رو به همه آزادگان جهان، به مسلمانان و به ویژه به مردم بزرگ و متمدن لبنان. بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول ذكرى الولادة الميمونة والمباركة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرى ولادة الإمام الصادق عليه السلام إلى المسلمين وإلى كافة الأحرار في هذا العالم، وخاصة إلى أبناء الشعب اللبناني العزيز والحضاري والكريم. توفیق داشتیم برای شرکت در اجلاسیه مجالس آسیایی و آفریقایی در بیروت حضور پیدا کنیم. وفقنا خلال اليومين المنصرمين بالمجيء إلى لبنان الشقيق والمشاركة في أعمال مجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي الذي عقد أعماله في العاصمة اللبنانية. این اجلاسیه بسیار موفق بود و تصمیمات خوبی هم در آن گرفته شد. هذا الاجتماع كان اجتماعا هاما وقيما للغاية، واتخذ سلسلة من القرارات الصائبة والهامة. و یکی از تصمیمات مهمی که قرار شد در بیانیه گنجانیده شود محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و پشتیبانی آمریکا از رژیم صهیونیستی بود. ومن أهم القرارات الهامة التي اتخذها هذا الملتقى البرلماني هو إدانة العدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني وإدانة الدعم الأمريكي المطلق لهذا التوحش الإسرائيلي و دفاع از غزه عزیز وفي مجال الدفاع عن غزة العزيزة. و همچنین برنامه‌ریزی شد برای دفاع از مردم آسیا و آفریقا در زمینه‌های عدالت آموزشی، عدالت کارگری و همچنین کشاورزی و صنوف دیگر. وأيضا تم التطرق إلى أفضل الوسائل التي يمكننا من خلالها أن نعمل في المستقبل على وضع الخطط والبرامج المناسبة لتطوير الشعوب الآسيوية والأفريقية في كافة المجالات التربوية والتعليمية والزراعية وفرص العمل وسواها من الأمور الحضارية التي تليق بشأنهم ومستقبلهم. در حاشیه این اجلاسیه جلسات گوناگونی رو با مردم در مزار شهدا، در مزار شهید بزرگ سید حسن نصرالله و همچنین با گروه‌های جهادی و به ویژه با ریاست محترم مجلس جناب آقای نوید بری داشتیم. وإضافة إلى مشاركتنا في أعمال هذا الملتقى البرلماني الآسيوي الأفريقي كانت فرصة سانحة كي نلتقي بالعديد من الشخصيات الكريمة ومن الفئات الشعبية العزيزة، وأن نتشرف بزيارة المرقد المطهر والمبارك للشهيد الأسمى قائد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. واليوم نختتم زيارتنا إلى لبنان بهذا اللقاء الأخوي الكريم مع دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم. امید و نشاط و شادابی و امید به موفقیت‌های بیشتر در این مردم و این گروه‌های سیاسی موج می‌زد. وعندما التقيت بكل هذه القوى السياسية والفئات الشعبية الكريمة التي تسنى لي أن ألتقي بها خلال هذين اليومين المنصرمين، وجدت روحا عالية ومعنويات كريمة تبشر كلها بالمزيد من الانتصارات والإنجازات التي سوف نشهدها بإذن الله تعالى في المستقبل القريب. در مذاکراتمان با آقای نوید بری بر قدرت لبنان و اجماع مردم لبنان و گروه‌های سیاسی لبنان و عدم دخالت در این کشور تأکید شد. وقد كانت فرصة كي نؤكد من خلالها خلال زيارتنا لدولة الرئيس الأستاذ نبيه بري عن دعمنا وتأييدنا للوحدة الوطنية اللبنانية والتكاتف ووحدة الكلمة بين كافة أطياف الشعب اللبناني العزيز، وأكدنا على ضرورة عدم تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق. جمهوری اسلامی ایران به آنچه که در لبنان تصمیم گرفته می شود احترام می گذارد. لا شك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيد
تؤيد وتبارك أي أمر وقرار يتخذه الإخوة اللبنانيون. نتایج همه این مذاکراتی که بین گروه‌های سیاسی لبنان وجود دارد حتما به یک عقلانیت سیاسی محکم خواهند رسید. ولا شك أن السير العملية السياسية الداخلية لتجارة لبنان وأدت إلى القرارات التي اتخذت مؤخرا إنما تدل على أن العقلانية السياسية هي التي تقول قولها في نهاية المطاف. مردم متمدنی مثل لبنان که هزاران سال تمدن رو پشت سر خودشان دارن قطعا اجازه نخواهند داد که هیچ کشوری در امور این کشور دخالت بکند. ونحن على ثقة تامة أن الشعب اللبناني العزيز الذي يحتفظ بإرث ثقافي وحضاري وسيادي يعود لمئات السنين لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يسمح لأي قوة أجنبية أن تتدخل في شؤونه وأن تملي عليها إرادته. دوران تاثیرگذاری آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگران بر این کشور متمدن به پایان رسیده. لا شك أن الاحتلال الإسرائيلي والإملاءات الأمريكية التي كانت تفرض على هذا البلد الشقيق هذا الزمن قد ولى. هر روزی که جلوتر می رویم امیدها بیشتر می شود. وكل يوم جديد نجد أن هناك آمال مشرقة تتجدد. انشاءالله تحولات بین المللی نشان خواهد داد که یک جانبه گرایی و سلطه گرایی به پایان رسیده. ونحن على ثقة تامة أن التطورات الآتية سوف تثبت للقاصي والداني أن السياسات الإملائية التي تريد أن تملي إرادتها على الآخرين والأحادية قد انتهى زمانها وولت. دنیا به سمت یک توازن قدرت حرکت می‌کند. العالم يسير اليوم إلى حالة من توازن القوى. جمهوری اسلامی ایران پرقدرت از مقاومت دفاع می‌کند، از ایران دفاع می‌کند و با قدرتی که در اختیار دارد جلو خیلی از یک جانبه گرایی رو خواهد گرفت. الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل ما أوتيت من قوة تدافع عن نفسها أولا وتدافع عن المقاومة ثانيا وتقف بصلابة وعناد أمام كل المحاولات الإملائية من قبل الآخرين. نشون داد حمله رژیم صهیونیستی به قطر و پیامی که رئیس مجلس اون کشور داد نشون داد و پیامش این بود که این حمله به قطر در واقع پیام به خاورمیانه است. وقد تجلى بشكل سافر البارحة الروح العدوانية الصهيونية من خلال الهجوم المدان والمستنكر الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة. وكما صرح المسؤولون القطريون فإن هذا الأمر يعتبر رسالة إلى الشرق الأوسط برمته. در صورت تساهل و تسامح کشورها نه رئیس مجلس اسرائیل گفت نه اسرائیل اسرائیل رئیس مجلس اسرائیل گفته. أعيد أصحح الجملة أن رئيس الكنيسة الإسرائيلي هو الذي قال أن هذا العدوان الإسرائيلي على قطر هو رسالة للشرق الأوسط برمته. ما أزمر شيء في أحد إلا ظهر في صفحات وجهه و فلتات لسانه. علی علیه السلام فرمود هیچ چیزی در دل کسی پنهان نمیماند مگر اینکه در لابلای حرفهای او و در چهره او خودش رو نشون میده. وكما قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام مهما حاول المرء أن يخفي في طيات قلبه أمرا ما فإن هذا الأمر سوف ينكشف من خلال سقطات وزلات لسانه. خباثت رژیم صهیونیستی در زبان رئیس مجلس او در واقع آشکار شد. وأن خبث وعدوانية الكيان الصهيوني قد تجلى من خلال التصريح الذي أدلى به رئيس الكنيسة الإسرائيلي. و همه کشورهای خاورمیانه و مسلمان بدانند که اگر تساهل و تسامح داشته باشند همون اتفاقاتی که برای غزه افتاد، همون اتفاقاتی که برای ایران افتاد، همون اتفاقی که در قطر افتاد برای همه اون کشورها اتفاق خواهد افتاد مگر اینکه یک پارچه و متحد جلو این رژیم صهیونیستی سفاک قاصب بایستند. ونحن نوجه رسالة إلى كل شعوب هذه المنطقة ودولها أن العدوان الذي استهدف فلسطين واستهدف لبنان واستهدف العراق واليمن والجمهورية الإسلامية الإيرانية ومؤخرا قطر هذا العدوان الإسرائيلي المتمادي لن يوفر دولة من دول هذه المنطقة ولا شعبا من شعوبها إلا إذا تضامنت وتكاتفت
ووقفت وقفة رجل واحد في مجال التصدي لهذا العدوان الإسرائيلي الهمجي ووضع حد نهائي له. نه دنبال جنگ هستیم، نه علاقمند به جنگ هستیم، ولی از همه در واقع مقاومت و کشور جمهوری اسلامی ایران پرقدرت دفاع میکنیم. اهل مذاکره هستیم اما اهل معامله نیستیم و اگر قرار باشد که رژیم صهیونیستی و آمریکا بخواهند اشتباهات گذشته خودشون رو تکرار بکنن، حتما ضربات سهمگین و محکمی را از جمهوری اسلامی ایران دریافت خواهند کرد. وقد أثبتت التجربة العملية أننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسنا من دعاة الحروب، ولكننا بالمقابل ندافع بكل ما أوتينا من قوة عن حريتنا وسيادتنا واستقلالنا. نحن أهل المفاوضات ولكننا لسنا من أهل الصفقات. وإذا كان العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي يتوهم أن بإمكانه أن يتعرض مرة ثانية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدوانها الغاشم، فليكن على ثقة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرف كيف ترد على هذه التهديدات الأمريكية والإسرائيلية بالشكل المناسب والمطلوب. سعادتكم خلال الورشة البرلمانية التي عقدتموها في بيروت، هل بحثتم في تفعيل وحدة البرلمانات العربية والإسلامية بوجه كل المشاريع التي تتربص الدول العربية والإسلامية؟ در این اجلاس پارلمانی آسیا و آفریقا که صورت گرفت، آیا با هم دیگه تشاور و تبادل نظر کردید که جمهوری پارلمان ها می تواند برنامه‌ریزی کنند برای جلوگیری با توطئه‌های آمریکا اسرائیلی؟ ما قرارمون بر این شد که یک بندی اضافه بکنیم به این بیانیه‌ای که در واقع این اجلاسی صادر می‌کند برای دفاع از ملت مظلوم فلسطین و همچنین محکومیت رژیم صهیونیستی و پشتیبان او آمریکا، و قرار شد که در اجلاسی بعدی که در عراق تشکیل می‌شود راهکارهای عملیاتی برای مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکا رو بررسی کنیم. نحن في البيان الختامي الذي صدر عن أعمال هذا المؤتمر اتفقنا على تضمينه بندا يدين العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا على قطاع غزة وشعبها الأبي، واتفقنا أنه في الجلسات اللاحقة وفي الملتقيات القادمة للندوة البرلمانية الأفريقية الآسيوية أن نتدارس سوية الخطوات العملية والتنفيذية التي من شأنها أن تترجم توجهاتنا في هذا المجال. شكرا.